في جمال ليلى مراد عشان بس نبقى فاهمين يعني، ولما تتكلم هي عن الفن والقوى الناعمه وازاي ليها تاثير علينا بشكل كبير، ده حقيقه واقعه من يعني عشرات السنين. منورنا في الاستوديو المؤلفه والناقده الفنيه دعاء حلمي، اهلا وسهلا. ميرسي يا استاذه ريم على المقدمه الهايله، ربنا ميرسي. يخليك يا استاذه دعاء، دي تستاهليها لان انا تابعتك وشفت شغلك، يعني حقيقي ليكي برضو بصمه. قولي لي الاول، انت من المدرسه بتاعت انه فرق الاجيال، كل جيل بينتقد اللي بعديه دي، ولا انت شايفه انه لا، كل جيل ليه مميزات وعيوب، وبالذات في مجال الدراما والسينما والفن؟ لا، كل جيل زي ما حضرتك قلتي ليه بصمته وليه مفرداته وليه اسلوبه وليه طريقته. صعب ان ابني يتذوق اللي انا ممكن اكون بتذوقه وعارفاه وحافظاه. يعني انا بيحضرني ابني عنده 10 سنين، انا اتفاجئت بيه ان هو على البلاي ليست بتاعت الموبايل بتاعته حاطط اهواك لعبد الحليم حافظ. مش 10 سنين؟ فطبعا انا قلت له ايه ده، انت عارف ده مين اللي بيغني؟ فقال لي اه ده عبد الحليم حافظ. قلت له انت عرفته منين؟ برافو والله. قال لي لا انا قعدت بس خدي ادور. بالك برضو في جزء البيت فني يعني، والبيت لا انا فنانين. حقيقي استغربت ان ازاي وقدر يتذوق ده وقدر كويس أوي. يستمتع. بيقول لي لا الاغنيه حلوه، وشويه لقيته جايب حميد الشاعري حاجات بداياته. الثمانينات. فبرضه فرصه اطلاعهم على ان هو يحصل على مائده مختلفه من الثقافات. اتفاجئت بيه برضه بيتفرج على كوري. اتفاجئت بيه يعني. لا زي ما في عيوب نقدر ان احنا ننتقد الجيل ده، ان هو فكره انه الانفتاح على كل حاجه وانه ما تقدريش تمنعي، وانه لا بس كمان بقى في مشارب ثقافيه مختلفه. ما بقيتيش لوحدك اللي بتربي، بقى في العالم كله بيربيه معاكي. استاذ دعاء، دلوقتي في عنوان كده عريض، هل الفن رسالة زي ما طول عمرنا بنقول، ولا الفن هو للترفيه؟ يعني مش لازم تبقى بتدخل فيلم علشان تخرج منه بمورال او بعبر او بكده، انت ممكن تدخل فيلم تنبسط، تقضي وقت لطيف، تاخد معلومة جديدة، يعني ايا كانت، مش لازم تبقى رسالة. انت من انهي مدرسة برضه؟ هي المعضله اللي هتفضل قائمه، البيضه ولا الفرخه، مين فيهم صح؟ بس هي الفكره كلها ان في كل الاحوال ان ما تضحكش عليا. يعني ما تقدمليش ان انا داخله اتكلم عن فيلم جدي وهشوف فيه حاجات قويه وتكتشف انه متفبرك او مسروق او منحوت او مش مظبوط، معاييره الفنيه بتاعته مش مظبوطه، فانت كده ضحكت عليا. وممكن ساعات فيلم كوميدي يضحكني، انت عملت اللي انا عايزاه. يعني احنا العهد اللي بينا اللي هو تذكره السينما، انت ما ضحكتش عليا فيها. دخلت انت وعدتني بوجبه كوميديه، دخلت لقيت وجبه كوميديه، ما لقيتش اسفاف، ما ضحكتش عليا في كل الاحوال. فهي دي الفكره. فحتى الترفيه يبقى معمول صح، يبقى دي في حد ذاتها رساله. فكره المصداقيه، فكره الصدق في تقديم المعلومه، هو ده الصح. الناس اللي شايفة انه الموضوع مش رسالة قد ما هو ترفيه، شايفين انه حطيتوا الممثل في ضغط اكتر من اللازم، فانك انت بتحمله فكرة الرسالة، وبتحمله فكرة مسؤولية اجيال، وبتحمله حاجة اكبر من طاقته. هو بشر بيغلط، ووارد انه يبقى ده وده. فهل انت برضو شايفة دي ازاي؟ وشايفة، لان انا الحقيقة في بعض الاحيان بشوف انه السوشيال ميديا بقى اكنه منصة اعدام كده لبعض الفنانين، بيذبحوا الفنان يعني عشان غلط غلطه او تصرف مش مظبوط. فانت شايفه ده إيه؟ لانه انت شئت ام ابيت انت تحت الضوء، فبالتالي حركتك وتصرفاتك محسوبه عليك. فما تتضايقش لما انت طارح لي منتج. انت بتعتبر، انا بصور الفنان ماركتينج او مسوق لسلعه ما. السلعه دي لما يبقى فيها خلل ما، او انت ما اديتش الشكل انت المفروض اللي تبقى عارف ان انت المفروض انا قصاد الضوء. فبالتالي اي خطوه محسوبه عليا، اي تصرف محسوب عليا، هو اللي لازم يشيل هم الموضوع ده. يعني في فنانين كتير بسبب السوشيال ميديا بيعرضوا نفسهم طول الوقت للهجوم. زمان كان فكره النجم ان انت ما تطوليهوش، او النجم اللي يقعد يقول لك الفنان محمود عزيز لو جيتي استضفتيه يقول لك لا انا مش هتكلم دلوقتي، اتكلم ليه؟ اظهر ليه؟ انا ما عنديش عمل بعمله. لكن الفنانين دلوقتي انت شايفاه هو بيلبس ايه وبيصحى الصبح ازاي، صحيح، على ايه السوشيال ميديا طول ممتلكاته. الوقت. وده شيء غريب شويه ان الفنان قبل كده ما نعرفش احمد زكي كان عنده ايه، عربيه نوعها ايه. دلوقتي بقوا بيتباهوا بالبراندات. فطالما انت تعرضت للضوء يبقى استحمل بقى كل اللي يجي منه. هي باكج على بعضها، مش هنقدر ننتقي منها. خلينا نحط ايدينا على المشكله فين، لان انا في بعض الاحيان بقول ايه، الفنان مطلوب منه يعمل الادوار، دور شخصيه شريره، شخصيه طيبه، شخصيه ست رقاصه، شخصيه واحده في الشارع شحاته. يعني التنوع ده اعتقد ده وارد جدا في الفن. طبعا. طيب لما نتكلم على انه مثلا واحده هتعمل دور بنت مش مظبوطه، يجي المجتمع يروح
ضاغط عليها او منتقدها انتقاد فظيع، ويتقال انه انت واجهه، انت لازم تقدمي، انت مش عارفه ايه، طب ما بتكسفيش من ولادك والكلام ده. فانت شايفه ده برضو ازاي؟ لانه خلطوا في الاول خالص، الفنان بقى بيستمرئ فكره السينما النظيفه، وان انا لا، ما حدش يقرب مني وما اعملش اسمها مشاهد سينما معينه. نظيفه. حبوها وبقى الموضوع دارج، فبقى كل الفنانات بيستنكروا فكره ان هي تعمل ادوار معينه. اه، فبالتالي هي فرضت على نفسها القيود اللي المجتمع الشكل فرض عليها. المثالي ده في الشخصيات. بالظبط، فبقت بتصدر نفسها على انها اخت، ام، اه، دي بقى بنت اخويا، دي ابن اخويا، يعني بقت في حميميه وفي قرابه كده تحس. واحده من العيله يعني. وبعدين فجاه هي غيرت الكتالوج وقالت لا، انا ممثله العب كل الادوار، فاذا لازم ده مش تستحمل وارد. ده. آه، حاسه انه مش مقبول، الطرح المجتمع هيبقى في فتره كده. طبعا، لان انت طرحتي نفسك ان انت بنتي، او ان انت مم. اختي وامي، وان انت واحده من العيله، وكنتي مبسوطه بالحسبه الحلوه دي. فلما تيجي انت اللي تغيري تخرجي الحسبه، عن الاطار. بالظبط كده. فالخروج هنا بقى كان لازم يحصل فيه شوك والصدمه، لا انا بنتي ما بتعملش كده، انا اختي بتعمل، نوع من انواع الغيره والحميه. ممكن على فنانه تانية كنت استحمل وما عنديش اي مشكله ان انا، لان هي فرض نفسها من الاول انها ممثله جريئه او ممثله وبس، فبتعمل صحيح. كل الادوار. فبالتالي ما بقتش ايه، يعني عمرنا ما انتقدنا مثلا هند رستم، خلاص هي طرحت نفسها ممثله، انا بلعب كل حاجه. لكن فاتن حمامه لو كانت عملت اي دور إغراء. بره الكتالوج كنا هنتخض ونقول ازاي، لا لا دي بنتنا ودي ففاهمه. هي الفكره ان الفنان بيطرح نفسه ازاي، فلازم يحافظ على الشكل ده. تمام، تعالي نطلع فاصل كده نشوف نجوى وياسمين مختار لنا ايه ونعلق عليه بعد ما نرجع. يلا. عايزه اقول لكم استاذه دعاء اول ما شافت الفنان الراحل ممدوح عبد العليم يعني كانها بتسمع ام كلثوم، يعني فجاه المود اتغير. طبعا. بصي، هو لو اتكلمنا عن الاعمال الوطنيه تحديدا، بغض النظر ان المشهد وطني وفي النهايه هو بيطلع بالظبط. بان مصر ثابته ومصر باقيه يعني. لكن لو اتكلمنا عن الاعمال الوطنيه وازاي بقى عندنا برضو ادراك في الجيل ده انه ازاي نوصل للولد الصغير انه بلدك وحب بلدك وشوف الناس دي ضحت بحياتها ازاي، والحاجات اللي ابتدينا نشوفها مؤخرا في الدراما سواء افلام او مسلسلات. هو ده فكره القوى الناعمه بجد. وشوفي تاثر واحد ان هو فاكر مشهد زي ده، يمكن كنت طفله بس هو ده التاثير في الوجدان. هو ده انت ازاي بتغرزي فيه قيم في وسط كده الدراما، في وسط مش الدراما، في وسط متعمدة. الحدوته الحلوه اللي هي ما فيهاش اي حاجه غير كان يا مكان وبدايه ووسط ونهايه. هو ده اللي احنا طالبينه، ان تغزلي الموضوع بشكل غير مباشر وبشكل مش فج وبشكل ما فيهوش زعيق ولا فيه. فبالتالي ده بيأثر في الاجيال. فهو ده اللي احنا طالبينه، الدراما تكون مصنوعه بشكل جيد. هنا بقى دي بقى المشكله العويصه اللي احنا نقدر نقول ان احنا واعيين فيها، فكره الكاتب المهموم بقضيه. احنا يمكن كتابنا الجداد كلهم القضيه تايهه منهم، هو ما عندوش همه الشخصي. اسامه نوراكاشه اقدر اقول لك هو كان ايه همه في كل اعماله، فكره صراع الطبقات، ان في خطر بيدي الارم الطبقه المتوسطه يا جماعه. كل اعماله بتتكلم عن كده. وحيد حامد كان طول الوقت فكره محاربه الفساد. فكل كاتب فيهم ليه عنده خط، هو مؤمن بحاجه فبيطلعها على شكل، فمؤمن بيها فبالتالي بيطلعها في شكل لحم ودم. الكتاب دلوقتي شطاره اللحم والدم انك ما تحسيش يعني تحسي بالمضمون كده وانتي ماشيه، ما تحسيش بيه انه رسائل موجهه يعني خالص نهائي. يعني مستحيل تقدري تفتكري شخصيه دراميه زعق عندهم. حتى ابو العلا البشري لا حباه لان هو كان شخصيه مثاليه. بابا عبده كان شخصيه مثاليه، فهو فارض نفسه كده. ده صحيح. لكن احنا هنا دلوقتي لا، بنلاقي حاجات تجارب مستنسخه، يعني اكتر من تجربه تحس ان هي بتلعب حوالين. هنتكلم على المستنسخ ده وازاي ممكن يتقدم بشكل شرقي او شكل مصري لو جاز التعبير. طب كان زمان يوم الخميس في فيلم بالليل اجنبي، يوم السبت في فيلم بالليل اجنبي. طبعا يعني كات بتشال منه الحاجات اللي ممكن تجرح البيت المصري، وهو كده يعني تقريبا كان هو ده النظام بتاعنا، وكلنا بنتفرج على نفس الحاجه بنفس الثقافه بنفس الدماغ. دلوقتي غير انك انت ممكن تشوفي فيلم كامل على النت اجنبي وانكت، لا دلوقتي بقى في المنصات اللي احنا بنتكلم عليها دي اجنبيه جايه لنا بقى إيه زي ما تقولي انت مش عارفه تعملي عليها كنترول طبعا، وداخله لكل بيت خلاص بقت سهله قوي، وعلى فكره اسعارها في المعقول. بالظبط. لكن تبصي تلاقي انه مدخله لك سم في العسل، سواء هي بقى مؤامره او مش مؤامره، انت دخلك شويه حاجات بعيده عن مجتمعنا تماما ومطلوب منك تبلعيها. المفاجاه بقى ان احنا بلعناها. يعني بعد شويه لما تلاقي الحاجات اللي كنا بنشوفها شاذه دي تبصي تلاقي نفسك لا عادي ابتديتي تتكيفي معاها وتتفاعلي معاها.
فخلينا نوصل لده، انه ده خطورته ايه، وازاي ممكن معرفش بقى ازاي نواجهه. لان ده الحقيقه سلاح بقى في كل مكان. انت حتى لو عملتي اللي هي البيرنتس كنترول، انك تفتحي قنوات معينه وتقفلي قنوات بالظبط مثلا، صعب. برضو الولاد هتقدر توصل. وساعات البروباجندا السلبيه بتعمل دعايه برضه، ما هي بروباجندا. اه فبالتالي تلاقي ولادك بيدوروا على الفيلم او المسلسل اللي انتوا عايزين يشوفوا اتكلمتوا ايه عنه، الحكايه دي. إيه اللي بيحصل، فعملتي اللي كان المفروض انت مش عايزاه يحصل. مم. فالدعايه السلبيه بس في الاخر هي دعايه مم. حققت مشاهدات. هي الكارثه كلها في فكره الفورمات الاجنبي اللي احنا بقينا مستمرئينها كده ومستسهلينها، ان انا كل شويه اجيب فورمات منتج يروح يشتري من بره بالشنط كده مسلسلات اسبانيه على مكسيكيه على امريكيه، وبيبقى كوريه. ثمنها زهيد مم. وبتتمصر. طب هنا بقى مشكله الادابتيشن، اعمل لها بقى ادابتيشن بالشكل المناسب او المسج اللي انت عايز توصلها. لا الموضوع بقى فيه شويه زي ما تكون كتالوج هو تحت اسم مسمى لطيف جدا. فاكره لما كان قبل كده كان حريه الانسان او حقوق الانسان، الرأي. حقوق الانسان كان ده البراند، وتحتها كان يعني فتحنا ويلات جهنم. مم. هنا بقى دلوقتي انتقلنا للانسانيه، وانت ما تقدريش تنكري ان لا شعار الانسانيه ده جميل، تتقبلي الاخر وتتقبلي حريه الاخر، وفكره الاديان تبقى مرتبه تانية وثالثه، وفكره المعتقدات تبقى ملهاش ديموديه وقديمه والعادات والتقاليد يعني حاجه تتركن موضه شوية. باليه. فبالتالي انت دلوقتي الكتالوج اللي نازل تحتيه كل اللي ممكن نقدر نحذر منه نازل تحت براند اسمه الانسانيه. فانت لو رفضتيه تبقى انت بترفضي الانسانيه. مش معقوله. تبقى عنصريه بقى وتمييز وحاجات كده. وتنمر، وهيدخلك في قواميس لا انزل الله بها من سلطان. نفس الحكايه كانت حقوق الانسان، انت بترفضي حقوق الانسان، انت موافقه على اللي بيحصل. فهي بقت اللي هي دي نقدر نقول الفزاعه، ان انت ما تجيش ناحيه الانسانيه. فبقى الكتالوج زي ما شفنا في الفيلم الاخير اللي تم ترجمته او نقدر نقول 17 لغه، مع ان فيلم فنيا نقدر نقول عادي جدا ما فيهوش اي حاجه، لكن هو فيه الكتالوج الجديد. عشان كده هو بينزله بكذا لغه، عشان انت هتلتزمي غصب عنك بده الكتالوج اللي جاي تحت مسمى حريه الابداع، مع ان الف ب ابداع، ان يبقى كرييت، الابداع هو الخلق. خليه مصري على الاقل، يعني انت خليه عربي بلاش مصري، ان هو كان المفروض انه ما هو ساعتها ما مش كتالوج بتاعه، هيبقى كتالوج مصري. فهو عايز يصدر الكتالوج بتاعه، زي ما بيفتح مطعم وجبات سريعه عندك هنا في مصر، ما تقوليش تقولي له حط لي طعميه فيه، لا انا مقدمهولك في الوجبه الكتالوج بتاعي. فهو الكتالوج بتاعه دلوقتي فكره ان هو تقبل الاخر، وفكره الحريه المطلقه، وفكره ان بنتك تنفصل بحياتها وهي عندها 16 سنه. فكر اوروبي بحت مش بتاعنا بالظبط. والانجليش اللي بقى خلاص كلمه عربي وكلمه انجليزي بالظبط. وده اتفاجئت بيه في اكتر من منصه واكتر من مسلسل حتى بيتذاعوا على القنوات، ان ما بقاش فيه لغه عربيه خالص. وبقى ده الطبيعي، وبقى فيه ستريس على فكره الطلاق، ان بقى سهل حلو وجميل. على الموضوع ده طبعا حلو قوي. خلينا نتكلم على حكايه المنصات الاجنبيه وازاي ليها تاثير علينا بشكل كبير، مع انه مثلا، وهاخد رايك فيها، الاوسكار دي المفروض انها جايزه عظيمه على مستوى الدراما، حاجه ما حصلتش، الناس كلها بتستناها من السنه للسنه عشان تحضر الاحتفال، سيبك من اللبس والكلام ده، بس خلينا هنتكلم عن الدراما. بقت فيها كده ضمنيا برضو انه في نوع من الافلام هياخد اوسكار لمجرد ان هو بيعرض القضايا اللي هي الغريبه على مجتمعاتنا دي. هل ده حقيقي؟ ده حقيقي. هل هم حاطين ده شرط مثلا، انه ده حقيقي اعرض لي بقى كل البشر وكل الانواع؟ مع على فكره انا بس عايزه اقول ان انا ما عنديش مانع برضو انه كل انواع البشر، ما اتمناش ابني يبقى مختلف لانه هيعاني في حياته، بس انا متقبلاهم. لكن هي الفكره انه ابتدينا نشوف جواز رسمي بين الراجل وراجل وراجل وست. اعتقد دي حاجات لا معلش ما تقولوش دي حريه شخصيه، دي هتاثر على طبيعه مجتمع، على نسيجه، على دماغه، على فطره ربنا، على التربيه، يعني حاجات كتير قوي. فخلينا نتكلم على حكايه الاوسكار دي، وازاي بقت حاجه مش بس الاوسكار والامي اوورد والحاجات بالظبط، بقت موجهه. وكمان انا اتقبلها لو كانت في الدراما. يعني لسه داخله امبارح فيلم اجنبي، الفيلم ما فيهوش حاجه تستدعي لوجود النموذج ده. لا موجود. طب غزله حتى عشان اتقبله منك، غزله لي صح. يعني زي ما بقول لك ما تضحكش عليا، قدم لي فيلم متكامل عناصره الفنيه، ما تبقاش حاجه دخيله على الدراما. لا هو دلوقتي بقى دخيل متوظفه زي ما كنا طول عمرنا بالظبط. خليها متوظفه وخليها موجوده ومتاحه.
لا دلوقتي بقى الكتالوج شويه اصعب من زمان. زمان كانوا يقول لك بلاش المشاهد اللي فيها مخدرات، طب بلاش المشاهد اللي فيها عنف. انت دلوقتي هتقولي بلاش ايه؟ بلاش الانسانيه. فعشان كده بقول لك هي الخطوره ان الحاجات من تحت الجلد ومش باينه. فكره كثره المسلسلات حقوق المراه على عيني وراسي جدا جدا. وانا اول واحده فتحت الموضه دي كنت كتبت كتاب اسمه عايزه اتطلق من 4 سنين، وكان هيتعمل مسلسل وعمل ضجه قويه. بس هم ما خدوش بالهم بالبالانس اللي انا قصدي عليه. عايزه اتطلق فكره ان عايزه اتطلق بس ما ينفعش في، وجايبه ستات نماذج سلبيه، لكن مش معقوله طول الوقت الست بقت ضحيه ليها كافه الحقوق وكل اللي هي عايزه تعمله وشيطنه الراجل بقى في المقابل. احنا بندمر من غير ما ناخد بالنا كصناع دراما. الست عايزين نبين حقوقها، ده شيء جميل، بس كمان الراجل ما ينفعش شيطانه بالشكل ده. ان المسلسلات كلها انه طالع شرير، يعني قصدك طالع الباد جاي طول الوقت او بيتعدى. الشرير. انت نادرا ما هتلاقي نموذج راجل محترم او كويس في حلقات كتير قوي من المسلسلات. الست هي اللي ضحيه، هي اللي مكسوره الجناح. حتى ده ما بقاش مبرر دراميا. يعني لسه المسلسل اللي هو 6 حلقات على احد المنصات شايفين ان هي بتطلق، بس احنا مش عارفين هو عيبه ايه. يعني انا لغايه اخر ما خلص المسلسل انا عايزه اعرف هو مشكلته ايه. طب هو عايز يسيب البيت هي ليه؟ ما رجعتلوش المفروض في الاخر، يعني لا مش لا هو ده انت قصدك على المسلسل ده؟ لكن هو اللي طلقها، ده هو اللي قال لك هو انا اللي مش طلق. لاعب، طب هو اللي قال لها ليه؟ مش عايزه. ما هو بقى فكره الدراما انت تبرر لي كل حاجه يبقى ليها الكتالوج بتاعها. لكن ان انا تسيقني ان الست ضحيه الست ضحيه ست، خلاص وده برضو انت بتلعب في تكوين المجتمع من غير ما تاخد خدي بالك. بالك دي موجه برضو عالميه طبعا. دي بقى لها كام سنه حكايه المراه وحقوق المراه، ودي حاجه على راسنا من فوق. طبعا. بالعكس احنا كمان محتاجين لسه ناخد خطوات كتير فيها جدا. عشان نوصل. لكن ما يمنعش فكره ان انا عاجبني قوي دلوقتي وبشوف بعض المسلسلات بتتكلم كده اللي جايب لك وجهتين النظر، تلاقي نفسك مقتنعه بوجهه النظر دي ومقتنعه بوجهه النظر دي، وكل واحد وجهه نظره، واعتقد ده الصح. مش لازم اطلع حد الشرير وحد طيب، خلاص بطلت الحكايه دي من زمان. ده حقيقي. فايه حكايه ان احنا الراجل هو اللي بيتحمل الشكل السلبي والعبء. رغم ان المسلسل بتكلميني ده عامل ضجه على السوشيال ميديا، البنات السيدات فرحانين بيه فرحه كبيره، وانا الحقيقه فرحت بيه. يعني انا برضو الناس قعدت 6 حلقات ورا بعض كده خدناهم شوت وان شوت. بس اللي انا عايزه اتكلم فيه ان هي خرجنا بحاجات تانية، يعني بغض النظر عن الطلاق وترجع وما ترجعش. خلينا نتكلم على المميزات اللي في المسلسل ده اللي اتعلمنا منها شويه حاجات. يعني انت شايفه ايه؟ بغض النظر برضو على انه الحته بتاعت الانجليزي شويه زياده، البنات وبتاع، بس كلميني كده ايه الحاجات الحلوه اللي ممكن تكون في مسلسل زي ده؟ لا المسلسل لطيف ولايت وفي كوميديا سوداء. بيحذر الست من فكره ان هي تسيب نفسها. هي بصراحه هي ما بتبقى تحس ان هي لعبه بتلعبها الست بمنتهى الذكاء برضو، لان الست طول الوقت هي عمود البيت. من ايام الفراعنه ومن ايام الفراعنه والست بتشتغل، ما كانش اختراع. هي اللي بتحب الشماعه، ان انا فشلت عشان اصلي مش المجتمع، اصل بابا، اصل ماما، اصل كلمه اصل، وان انا دي خلى الست كائن المستكين. فان هي ما تحاربش لانها مستمتعه بالحكايه، اسهل لها انها تبقى اتكاليه. فهي الشماعه موجوده. فبالتالي لما جت البطله بتاعتنا تتمرد تدور على نفسها او اتورطت او تدور على نفسها، طب ما انت اللي سبتي نفسك من الاول. هو ده بقى الحلو، ان احنا نلفت النظر من الاول ان ما تسيبيش نفسك للقصه دي. جنب المسجات السخيفه اللي هي كل شويه تقول لها ايه، هو لسه في حد متجوز، هو لسه في حد إيه؟ منظومه الجواز ما هياش بهذا السوء وهذه القبح ان احنا طول الوقت، لان دي شريعه ربنا ودي سنه الحياه. فلازم نقول بقى هنا بقى فين الروشته، ما يبقاش الاستثناء هو الحاجه العامه اللي خلاص بقت متداركه وكلنا متعودين عليها. ما يبقاش ازاي تفضلي متجوزه يعني، وكأن ده اللي ضد الحريه واللي ضد ان انت تعيشي حياتك واللي ده. خدي بالك جايب لك الشخصيه دي مجنونه وطاقه يعني. يعني حتى فكره انك ما بتاخديش منها الكلام قوي على انه، ودي برضه على ما اعتقد ده تناول كويس. طيب من ضمن الحاجات اللي عجباني برضه انه الدراما بتاعتنا ابتدت تناقش قضايا فعلا حقيقيه، من ضمنها حكايه التنمر. رغم ان انا الكلمه دي حاسه انها مستنسخه اجنبيه قوي. وعلى فكره احنا ما عندناش التنمر اللي عندهم خالص. يعني انت لو في اعاقه او بني ادم عنده اعاقه احنا ما بنتنمرش عليه، بالعكس الولاد الصغيره بتبقى متعاطفه معاه. ما بنشوفش الحاجات اللي بنشوفها بره. هم كمان بره ممكن يبقى في طفل بيتنمروا عليه وتلاقي المدرس ما بيعملش حاجه، يقول لك دي حريه برضو تعبير عن الراي. لكن احنا عندنا لو ولد حد غلس عليه عشان عنده اعاقه او ايا كان تلاقي المدرس ده حقيقي يبقى حد معاه. فخلينا نتكلم على القضيه دي مثلا، فكره التنمر، فكره ان انا مش قابل الاخر عشان هو مختلف معايا في الشكل في المضمون في اي حاجه. لا ده بقى حلو قوي في الدراما،
فكره ان انا بتطرق للتوحد، بتطرق للاوتيزم، للاو اس دي، ADHD الحقيقه والADHD. يعني امينه خليل لما عملت الدور ده كان الحقيقه دور هايل، لان انا كان عن تجربه شخصيه، ده هي عامله الكتالوج بالظبط. انا من الحلقه الاولى قلت دي عندها شبه حد انا عارفاه كويس. فده كان حلو، فكره ان انا ليه ما تبناش طفل في دراما بتبدا تناقش المواضيع بشكل جدي، وفي دراما بتاخد الحاجات من على الوش. ان البراند حلو، ان انا بتكلم عن الوحمه او التشوه، بس ما بخشش في عمق الحكايه وتناولها من غير ما احس، لا وكانه توعوي. انا مش عايزه ابقى توعويه قوي كده، لازم اقدم برضو المعلومه ضمنية بشكل مغلف. استمتع. صحيح. فهي الفكره كلها ان بقى حلو الحمد لله. احنا كنا فين وبقينا فين؟ احنا يعني في 2010 كان اظن كانت الدراما عندنا كانت بتعاني من عنف وعشوائيات وان لازم الشرير بتاع الحلقه يبقى هو الضابط. يعني الحقيقه كانت دراما كانت بتسرني بالعصبيه، ان احنا بننتهك مجتمعنا بشكل مرعب. فاحنا الحمد لله لا ابتدينا ندرك الحكايه دي. طب انت لو تفتكري، يمكن انت كنت صغيره شويه اول ما اتعرض مسلسل الايام، انت كنت صغيره كتير، بس المسلسل ده كان فيه تنوع رغم طبعا تحسين، رغم انه يعني احنا ما فهمناهاش، الكلمه دي ما كانتش موجوده في الوقت ده، بس حسينا بوجع جامد يعني، ويمكن هو الوجع ده اللي خلاه طه حسين. صحيح. فتعالي نشوف المشهد ده ونرجع نعلق عليه تاني. حاسب يا طه، هتقع في الميه يا اخوي. مش كفايه اللي جرالك، عايز كمان تموت غريق؟ غريق ايه؟ ده انا كنت رايحه اقول لهم انكم بتعايروني. تقول لي مين يا واد؟ انت انتصيتي كمان في عقلك. ارمح يا طه، كلب سهران من كلاب العدويين جاي علينا، خد في وشك وانفد بجلدك، ارمح قبل ما يهبشك. ما تزعلش يا طه، هنقول لسيدي. يا جبان منه مش شايفك، ما تسوقش بقى زي النسوان لما سيدنا يمدك. لو راجل يعني اوعى تقرب مني وتخلينا امسكك وشوف اللي يجرالك. يا اخي كنت بهزر معاك، هو جرى ايه يعني؟ ادي اهو، يلا امسك امسك. يلا يا صاحبي نروح عشان امك تغير لك جلابيتي، انا اعرف اروح لوحدي. انا خلاص هيديني خاتم الملك لانه الفدان طب. لا كنت نازل تقابلهم جوا الميه يا طه. المثل مش بيقول اسعى يا عبد وانا اسعى معاك؟ كانوا هيسلموني جوا الميه السمكه اللي فيها خاتم الملك. انت عايز الحج، انت اللي ملك. يعني عايزين نفضل كده عشت ضلمه في ضلمه؟ ما يمسكوش اللقمه دي يا طه، وخد هيطلع منك. اللقمه تتاخد بيد واحده يا طه يا ابني. ابقي لفي له حاجه حوالين رقبته. تعال يا طه، تعال يا بنات، تعال. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال تعال. لو ضحكتوا تاني مره على اخوكم هوريكم شغلكم. ها؟ يعني يعمل العكس. يعني لسه بنتكلم على فكره التنمر لسه استاذه دعاء بتتكلم على انه ازاي بنشوف ولاد شقيت جدا 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 وطلعوا حاجه عظيمه وتعرضوا لتنمر وغيره، والعكس. فازاي ده ممكن يعمل بني ادم كويس جدا، وممكن يعمل بني ادم تعبان نفسي. هي بتبقى فعلا استعداد شخصي. لو الشخص ضعيف بينهار يعني. صحيح. خلينا نروح للافلام بتاعتنا بقى اللي طلعت مؤخرا، المسلسلات بتاعتنا. اولا فكره الضجه، انه حاجه في حاجه انا واخدت بالي منها. المسلسلات بتاعتنا دلوقتي تبص تلاقي ايه؟ اولا المسلسلات بقت عبقريه في فكره الاخراج، ممكن يجيب لك زمن قديم مع زمن جديد مع زمن مثلا بعيد قوي، وحاطط لك الثلاثه متعشقين. لا، في ابداع في الاخراج، ابداع في السيناريو وفي الكتابه. يعني بس لازم تلاقي فيه حته كده يروح حاططها لك، تلاقي لفظ
احنا مش متعودين عليه، واتقال 3 4 مرات، كلمه مش ممكن دي تتقال، فاهم؟ فقولي لي، هل ده بقى نوع من الدعايه انه يعمل لك حته كده بحيث دي تعمل دعايه للمسلسل، أكيد. فتضطري بقى تشتري او تدخلي على المنصه دي تشتركي فيها هو وتتفرجي؟ هتفضلي فكره ايه، مرآة المجتمع، هو مين اللي بياخد من مين التاني. هي نفس الفكره برضو، الاشكاليه المعضله الثقيله قوي، اللي يقول مين لك اللي انا بيبوظ بنقل من أخلاق الواقع. التاني؟ انا بنقل من الواقع. لا، انت بتعمل سبوت على حاجه معينه وكانها هو ده المجتمع. هي دي بقى المصيبه السوداء، ان انت تقدم لي نموذج سلبي وتقول لي ايه، ما هو موجود في المجتمع. ايوه موجود، نسبته قد ايه موجود، وبقراه في خبر سطر في جورنان، في واقعه، في حادثه، ويعدي عليا مرور كده الكرام، ولا اما اعمل عليه اضاءه واجيب فنانين يمثلوا ويكرروا اللفظ ده مره تانية ويبقى لهجه دارجه. وهي دي بقى المصيبه. بيحصل في الواقع، كل حاجه بتحصل في الواقع، بس انا ابقى انتقي ده ازاي واقدمه على شاشه كبيره قد كده، او شاشه الموبايل اللي بقت لازقه في عينيا فبتاثر بيها جدا. هي دي بقى المشكله، ان انت ازاي تحافظي على البالانس ده. تعملي حاجه بتوليفه تجاريه، احنا ما بنقولش لا، بالعكس، يا ريت يبقى في افلام كوميديه وافلام فيها ترفيه تشد جدا، لكن مش لازم يبقى فيها اسفاف يبقى بدون يعني احنا شفنا كان اكتر من مسلسل. والله انا بحب هشام ماجد وشيكو، الناس دي نادرا مستحيل تمسكي عليهم لفظ خارج، بس هم فارس. واحمد فهمي الحقيقه انا بحب الكوميديا بتاعتهم، لان هم ما بيلعبوش في المنطقه دي. يعني بيفكروني بجورج سيدهم وسمير غانم والضيف احمد. عمرك ما كنت تسمعي منهم الفاظ خارجه، بس كانوا بيوقعوكي من الضحك، ومفيش مسج، هو مش عايز يعمل مسج. انا بحكي لك ليه ده. كان في مسلسل عاجبني جدا، وعاجبني الاخراج بتاعه جدا، وكل حلقه هو برضه مثلا 8 حلقات، كل حلقه بتحكي قصه تانية، وجايبين الفنانين بتوع مصر القمه، ومتعشقين بفنانين سوريين ولبنانيين واردن وكده. فمن ضمن الحاجات كانت شيرين رضا، طبعا الفنانه الجميله شيرين رضا. المسلسل كان جميل جدا لغايه ما قالت انا رجعت في يوم من الايام لقيت جوزي مع راجل. فدي كانت بالنسبه لي شوك، اللي هو ايه، طب لازمتها ايه بالظبط؟ يعني فكره انه خدمت في ايه سعر، ولا انت برضو بتحاول تدخلها لي، ولا علشان تخلي الناس تدور ورا المسلسل مثلا؟ هي دي بقى المشكله، ان بقى في عندنا في تحديدا كذا كاتب. يعني احنا عشان في السوق خلاص بقيت عارفه، في كاتب بيدور لك على الحاجه الكاتش، الحاجه السبايسي. هي مش هاممها الموضوع، او مش هاممها القضيه، زي ما كنا زمان مثلا اريد حلا. هي مهمومه بالقضيه، فبالتالي اتقدمت بشكل متوازن، ما بتدورش ورا المانشيت. فهي لا، هي عايزه تبقى صادمه وتعمل مانشيت سبايسي، فوكانها بتعالج قضيه، بس اللي تحت القضيه هي دي بقى المشكله. وده تحديدا المسلسل ده بالنسبه لي كان صادم، والغريبه ان ما حدش حس بيه. يعني برافو عليكي، ده في نقط كده انا خدت بالي منها كذا حاجه على فكره. يعني كان مرعب. انتوا بتعملوا ايه؟ وهو دي الحريه؟ وهل هي دي حريه الابداع؟ لا، وظفها لي، قول لي اصلها لا الحته دي متوظفه عشان كذا، لكن ما فيش لكن مالهاش اي مبرر. هي انت عايز تعمل حاجه كاتشي وحاجه مختلفه، يعني ان جوزها ما خانهاش. لا، ايه الاختلاف؟ مش خانها بس بالظبط. يعني فنضيف حاجه اد فاليو للحكايه مع انها ما خدمتش الحكايه. فهي دي بقى النقطه، ان انت ابداع بجد يبقى هحترمه جدا وهروح معاك لاخر الطريق. بدليل ان احنا زمان كنا بنلاقي ده. يعني شوفي قط على نار، كان في، ما هو كان في نور الشريف كان قايم بدور كان صعب، وعمارة يعقوبيان، بس قدم لي ده في اطاره اللي فيه ملابسات الحكايه، وقدم لي المسج في النهايه ان ده لا، وده ما يصحش، وده هيواجه ومتعذب، وطبعا عليه وان ده كمان ناتج عن ظروف غير مستويه اجتماعيه. فبالتالي انا فهمت ان ده مرض، وفهمت ان ده عيب، ما فهمتوش على انه طبيعي ومتاح. هي كده. طب قولي لي، انا بقى في حاجه غريبه جدا حصلت برضو من ضمن المسلسلات اللي نزلت مؤخرا، مع احترامي الكامل بقول للاخراج وللتاليف والسيناريو، لكن حسيت ان في فرق بين جيلي مثلا والجيل اللي هو موجود دلوقتي ده، مش ولا 10 سنين و20 سنه، ده فرق 100 سنه. الاجيال الجديده اللي اتعملت مسلسلات عنها زي مالك، اسمه ايه، احمد مالك عامل مسلسل حلو جدا وفيه جريمه وبتاع، بس حسيت انه اولا يمكن عشان ما بشوفش، مع ان ولادي صغيرين، يعني انا 17 15 لسه كنت بقول لك، بس حسيت فرق الاجيال بقى 100 سنه. ده حقيقي. حاجات تخض واحنا مش متعودين عليها، والولاد وهي قاعده تتفرج تحس ان عادي، اكن دي مشاهد شايفينها عادي. فخلينا نتكلم على ده. هل دلوقتي فروق الاجيال هتبقى بالمساحات الضخمه دي؟ الجاب هتبقى عماله توسع مش بتقل؟ مساحات شاسعه،
تحسي ان في لا لغه تانية خالص، بدليل حفلات والسهرات اسمعي والشرب. الاغنيه الجديده بتاعت احمد مكي وويجز، اغنيه هايله، بس اتحداكي لو فهمتي كلمه، بس هم فاهمينها. العيال فاهمينها وحافظينها صم. الموضوع بقى مزعج ومرعب. يعني زمان اما كان جدي ينتقد محمد منير ومصطفى قمر يقول لي بصي مصطفى قمر بيتنطط ازاي على المسرح، ازاي مطرب يتنطط، ازاي عمرو دياب يبقى بيتحرك وبتاع. واضح ان احنا عجزنا بدري قوي، او بقى فعلا الجاب فرق كبيره كبير. جدا ان احنا مش التكنولوجي فاهمين. هي اللي عملت كده، التكنولوجيا العاليه، التقدم السريع انفتاح اللي الولاد السريع. قادره توصل بالظبط. لاخر العالم بزرار، هو ده اللي عمل ده النقله. حقيقي، ده حقيقي، وبقى متسارع الوتيره بشكل غريب. وده كمان منعكس على الدراما. وبقى في تنمر كمان، هم بقى اللي بيتنمروا علينا كاهل. تخيلي اه مش فبقيت عاجبينهم طبعا. طب ما جرب هذا التنمر اللي مش عاجباهم احنا مضطهدين عند ولادنا لا، وبتاع. وفكره انه يجيب لك الديلر، وده اللي انا برضو مستغربه. انا مبسوطه من فكره ان هو ما بقاش فيه الشرير والطيب قوي ده، لا هو دايما عامل لك مزج انه كل واحد فيه ده وفيه ده. بس انا لما يجيب لك الديلر على انه شاب في لذيذ نسيج المجتمع وبيدافع عن بالظبط. البنت، عايز يجيب لها حقها او عايز يدور على اللي اتخطفت، تبصي تلاقي نفسك متعاطفه معاه وحباه جدا. طب ده ديلر يا جماعه، في النهايه هو انسان بيأذي نفسه وبيأذي المجتمع. قارني بينه بقى بين الامبراطور احمد زكي، كان ديلر او كان تاجر مخدرات، بس انت وجاب لك نهايته وحشه يعني. ونهايته وحشه، وهو شخص كان جواه كم تراكيب نفسيه مرعبه. هو يقول علينا ناس قديمه، انت طبعا اصغر مني باجيال، بس انا بس ممكن يقول علينا دلوقتي احنا ده قديمه وعايزين ما نتكلم بقول لك في شويتين. تنمر علينا احنا اللي لا، عندنا مشكله. الافلام بتاعت زمان بغض النظر طبعا عن انه برضو كان فيها حته الشرير والطيب دي، لكن انت ضربتي مثل بحاجه، يعني جاب لك احمد زكي وخليكي متعاطفه معاه برضو كله، بس يعني جاب لك في النهايه انه لازم غروره يكون قتله. في لسعه. فهي كده. اللي من ضمن الحاجات اللي كانت عامله ضجه كمان فكره الحراميه، نيلي كريم وآسر ياسين طبعا مع حفظ الالقاب. من ضمن الحاجات، انت كان رايك ايه في المسلسل ده؟ لانه الناس على قد ما كان يجنن الناس كلها متابعاه وكوميديا لطيفه، على قد ما كانت النهايه مش مرضيه للجميع. بصي طالما ادتني اللي هو انا فارض الفرضيه، انا داخل اهزر، احنا داخلين نهزر زي عصابه حماده وتوتو، احنا داخلين نهزر، فانا اذا سلمتك الحكايه كلها، ومن اول دقيقه لاخر دقيقه احنا في كامل، وفي الاخر الناس ضحكوا عليهم وخدوا منهم فلوسهم. هي دي بقى المسج قدمتها لي بشكل لطيف، انه في الاخر ربنا ان انتقم. المال الحرام مش هيدوم. فليه لا؟ ما عنديش مشكله ان تقدم نماذج سلبيه، بس اشاور عليها في حجمها، ان اسخر منهم من غبائهم، ان هم برغم طمعهم ده كله في الاخر بيتآمروا على بعض. هو ده بقى ان يبقى البالانس ده لطيف، لكن فكره ان وصل للقمه، طب وبعدين؟ صحيح. تعالي نشوف مشهد دلوقتي بيتكلم عن بر الوالدين وعلاقه العلاقه الاسريه دي، ونرجع نعلق عليه ونشوف ازاي متقدم دلوقتي بشكل يمكن غريب بقى مختلف. يعني بر الوالدين هنا زي ما بيقول الكتاب. خلينا نتكلم على ازاي دلوقتي بتتقدم الجزئيه بتاعت الاحترام الكبير وعلاقه الولاد بالاب وكده. اعتقد دي ابتدينا ننساها شويه. معرفش، حكايه برضو الموبايل اللي بقى في ايدينا والصوره دي في الدراما كمان بقت موجوده قوي، المجتمع المنفصل في البيت ده. بس كويس ان بدا يتعمل عليه سبوت، يعني في ابو العروسه بدا يحصل ده، في اكتر من مسلسل مؤخرا. فبقى بنتكلم على الاختلاف الاجيال واختلاف اللغه واختلاف الاهتمامات واختلاف. هي فكره ان انت هترضي ان يبقى خلاص احترام خصوصيه الابن دوت، انه ما تقدريش تدوري في موبايله، ما تقدريش تفتحيه، ما كانش زي تليفون البيت اللي بيتحط عليه قفل او اللي بيتشال في اوضه معينه فخلاص ما فيش تليفون. كل الخصوصيه او البرايفسي بقت معاييرها بقت مختلفه. فلا يعني هو كويس ان بقى بيطرح ده، فكره الاختلاف الاجيال ده بشكل كبير، بس خلاص فكره الكنترول او ان يحصل منه تغيير منتظر صعب. يعني هل ممكن يتقدم في الدراما بشكل يبقى مرعب؟ الناس يعني مش مرعب اللي هو كانها يعني حد يفوقنا انه يا جماعه خدوا بالكم عشان ده. اعتقد في مسلسل بيتصور دلوقتي عن مخاطر السوشيال ميديا بشكل درامي بشكل حلو. ما صدقت ان يبقى في حاجه بتبص بقى على العالم ده، لان برضو بنلاقي بعد كده ان هم بيخشوا العالم ده وممكن تروح رجليهم. سامعه بيقول لك هيعملوا لك عالم افتراضي زي سيميوليشن، هتبقى فيه حياه وموت وحاجات كده غريبه. بالظبط، حياه مجسده ومجسمه، وانت بتحققي فيها انتصارات وبتشتري شقق يعني تخيل
عالم افتراضي اكيد هيبقى ده هيعمل اظرف إحباط، يعني بكتير حياتنا بالنسبه العادية للعيال. اه ان الناس انت هيجي لها اكتئاب بقى في بالظبط. حياتها العاديه دي. ده حقيقي، هو يعني اكيد ده عايزك خطر. كل واحد لوحده، فكره الفرديه او فكره ان مفيش تنعزلي بقى مجتمعات. عن العالم. فكره ان مفيش كوميونتي انت منتميه ليه، سواء الكوميونتي ده كان اجتماعي او ديني او ايه، اي مجتمع كامل على بعضه، لا هم عايزيننا فرادة. فرادة ليه بس بقى؟ اظن دي دراما ضخمه جدا، يعني اللي هيقعد طبعا. يكتب لنا القصص بتاعت السيميوليشن اللي هتتعمل او المحاكاه اللي هتتعمل على الفيسبوك دي، هيجيبوا بقى ناس ما حصلتش عشان تعمل الدراما دي. ده حقيقي. يعني تخيلي بقى الناس ما انظارها بدل ما تتفرج على مسلسلات وافلام هتبتدي تعيش بقى هي نفسها في القصص اللي على ومش مزاجها. محتاجه يبقى فيه تواصل بجد، وخيانة ومش بقى محتاجه وكل تنزلي اللي وهو ده كان خطر الكورونا، او تحس ان هي في محاكاه للي هيحصل بعد كده، ان كل واحد لوحده، هيقفل على والاونلاين والشغل من البيت والفيلم في البيت وكل حاجه بقت في البيت. ايه اللي جاي بعد كده؟ هو ده بقى المنتظر. احنا واضح ان احنا بقينا نقدر نقول رد قطعه فعل. لمسرح كبير، لعالم كبير. مش احنا اللي بنقوده ولا احنا اللي لا بنتحكم خالص. فيه، احنا بيتحكم فينا زي ما طول ما احنا مستهلك للموبايل، وطول ما احنا وده مش هيتغير لان التكنولوجي كلها هناك. هي بس كل اللي نقدر نعمله ان تيك كير، ان انت اقرا المنيو كويس، ما تقولش اكسبت على كل حاجه، لان انت هتلاقي نفسك اكسبت فتلاقي الاكونت اتسرق، فتلاقي اتهامات مش فيروس عارفه ازاي، فهتلاقي تيك توك انت دخلت في قضايا زي ما حصل مع اكتر من بنت. هي دي بقى ان انت تيكت، بس لازم تاخد كمان المانيوال بتاعتها. طب استاذه دعاء، قولي لي ايه الفكره وايه السر في انه الاعمال الدينيه اختفت؟ كان حتى رمضان كان بيبقى فيه جرعه كده للأسف. ظريفه، ما فيش. الاطفال، الجرعات الخاصه بالاطفال وبرامج الاطفال ودراما الاطفال. فقولي لي ايه اللي حصل؟ ليه جبناهم على جنب كده؟ لان كان سوقهم، انت ما هواش ليه قوه شرائيه، انت قوه ما فيش شرائيه إعلانات بتنزل للشاب، للسن الشباب. بالنسبه للستات البيوت، التارجت اودينس او الجمهور المستهدف عندك ست البيت. خرج من القايمه الطفل والتاريخي كمان، لانه هاي بادجت ومكلف جدا، فانا مش هقدر اعمله. وانتاج الدوله ما بقاش بالشكل المعتاد، فبالتالي هيبقى صعب ان انا انتج مسلسل تاريخي، وصعب ان انا انتج مسلسل ديني. طب لو انتجتي مسلسل ديني، هل الشخصيه الدينيه اللي انت هتنتجي عنها دي كل الاطراف متفقين عليها، ولا هتلاقي في ناس شايفاه لا حد كان دموي، او حد تاني يشوفه لا ده مش متوافق مع الازهر عشان ده مش عارفه ايه، فانت الشخص اللي يخضع ممكن للرقابه كتير بالظبط وما يكونش اتعمل قبل كده. فانت لا وفكره الكاتب اللي قايم على فكره الريسيرش، لا احنا بقينا مفتقدينه جدا، الكاتب الباحث دوت اللي حقيقي مش بيجيب من ويكيبيديا والحاجات اللي على النت اللي اي كلام بالظبط. فعشان كده الاقلام دي هي اللي بقت نادره اكتر. صحيح. يعني نتمنى رمضان داخل خلاص علينا وهتبقي معانا ان شاء الله تاني قريب أكيد. نحلل كده شغل رمضان او قبل كده بقى. واعتقد ان هيبقى لا اللي في فات تركيبه والمقارنة. حلوه قوي في رمضان. انت متابعه وعارفه كده؟ إن مش شاء حاجه الله. تقولها لنا كده يعني؟ لا ان لينا فعلا إحنا؟ لا إنه في فعلا وجبه ننتظر دسمه. رمضان السنة دي. وجبه دسمه ومختلفه ممكن وفيها يبقى فيها فرايتي ديني حلو. تاريخي لا أطفال. ولا ديني ولا تاريخي ولا اطفال، برضو. لسه مستمرين، بس انا بس شايفه في فرصه ان اهو، في احنا بنقول اهو في فرصه، لسه عندنا كام شهر. لا وفي مسابقات بدات تتعمل، يعني شفت في مسابقه قريبا بتتعمل، مسابقه ضخمه جدا برعايه الدوله، فده لرعايه المواهب، هو ده بقى اللي احنا مستنيينه ان شاء الله، الامل في الجاي. استاذه دعاء انا بشكرك شكرا جزيلا، الوقت عدى معاكي بصي بسرعه ازاي، بس انا استمتعت جدا بكل كلمه قلتيها، ان شاء الله تبقي معانا تاني قريب ونتكلم في عدد من المواضيع. كانت معانا المؤلفه والناقده الفنيه الاستاذه دعاء حلمي، نورتنا النهارده. يا رب تكونوا استمتعتم معانا بحلقتنا النهارده، مستنيكم الحلقه الجايه في نادي العاصمه.